بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع ومن الضلالة ومن النار أما بعد إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله هنكمل دائما السلسلة من الدروس في الأدب والأخلاق أساقي درس وستة ذي دروس من الأدب وكذ الأخلاق إلى قيسعو ينسلم أساقي إن شاء الله أنكشم ذي الأدب وكذ مدن أدب مع الخلق ذي الدرس قاعدين نهضر في الأدب وكذ النفس أساقي إن شاء الله هاد نهضر في الأدب إلى قيسعو العبد ينسلم نحو أخيه المسلم والعلماء مرتبا العفاذ من بينهم ابن القيم الجوزية إلى قارد كيف نس يقارد أما الأدب مع الخلق أما الأدب وكذ مدن مرة فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم إن كيف تخدمض أخلاق تصعود الأدب كل يوم قم كانيس خاطر الخلق كل يوم أشو العلاقة يتساعد وكذس ثم فإن مراتبه مختلفة فهنالك على رأسهم الوالدان لن الوالدين ثم هنالك العالم وهنالك السلطان وهنالك الجار وهنالك الأقارب وهنالك الأجانب وهنالك الضيف يعني فكد العباد مرة إن كل يوم يسعى لدب
خاص أكودس وسخلا الضارة لدب الوالدين لدب مثلا وكذا الجاري لدب مثلا العالم ذي العالم وكذا العفذ أكاكي كان سعنا العلم ماشي كيف كل يوم لقد صارت كانيس كل يوم إحواج لدب إقلاق ويفذا الإمام البخاري ذي صحيح سميت يهضر في الأدب يفذا في الوالدين إنك أمانا ردوك لي لايفا ذاكي أنو ذا مزوارو ذي الوالدين. إذا الدرس بوساكي إن شاء الله هذه لي الأدب المسلم أوكذي مولانيس أوكذ فافاس أوكذ يماس أمكي لقايلي أد نحضرين دينا ربي في طاعة الوالدين أشو دينا الرسول شفيح صلى الله عليه وسلم في الوالدين أد نهضر أشو الخير أشو البر إلا قد تخدموا أد نهضر أين لقانا تخدموا مقارن العقوق الوالدين إوا كنا دنزي تمثال تاكي أد نهضر في اللاسو كاين يعني طاعة الوالدين. إذن أولا قال العلماء ما صعود الأدب وقذ مدن أترتاح نفسيا وخاصة وقذ الوالدين ما يلي يوثن تسر في دارا تخدم راسني أين لقن تخدم راس الخير أتعيش الحياة طيبة أتعيش الحياة ينيك حياة هنيئة ما يلا العكس ربي يعنيك يقلب الحياة ينيك ذي الدنيا أتوغال الحياة ينيك تفركانت هذو غال نتصني أقول هذو غال لي بروبلام مشاكل ذي الحياة ينيك أخاطر تخدم دارين لقن الوالدين أما فافاك أما يماك. والرسول صلى الله عليه وسلم يفكد يباسيو في القصة ولي شرها داس ولكن كان نزر الفضل من الوالدين زمرات أصلا تخدم الحاجة الهان أزكى تدعو ربي سالخدماني سنتخدم هذا يفرج ربي في الله السيد ربي خدم غاسن الخير خدم غاسن يوث تغوص بغاسن تيد خدمة يعني الحاجة تذكر ربي يفرج في اللي ربي قد يفرج سالخدماني سنتخدم هذا يلهان الوالدين وقد الحديث يدي بو صحيح البخاري في ثلاثة ني يقفون قفريد من بعد دعان أديس إن شاء الله وقد يكشم دي الفضل ما إلا يوني ضوء فافاس ضوء يماس ثم زوارو ثير كل لقد زر بلي نكوني ما نضوع الوالدين أخاطر ربي يأمرنا فكاين هذا الواجب ذي الواجب أخاطر ربي عز وجل إذا نتا فكان الوالدين ثم الوالدين إذا نثني كي فكان أفين شاقي ربي عز وجل ذي الآيات الطاس أد نختار كلام من الآيات عند ربي عز وجل يتوصيد في الوالدين الطاس من الآيات قلان أد نختار 3 4 الآيات ثم زواروثين السنيرك مرة ربي قال بيس بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله يفزاس العبادة الله عبد ما ربي عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وسخدم ما يا ربي يشريك ثم يكمل وبالوالدين إحسانا يذكرت بعد العبادة بعد ما تعبد ربي أتم نصيص مباشرة يرند الوالدين إنك وبالوالدين إحسانا ودينا وسنخدم على الشر إن وبالوالدين إحسانا رغم لا ينتهض في شرك ودي كمل أنا بالك تخدم الشر إنك خدم سن الخير وبالوالدين إحسانا والعلماء ميوالا مليح إن ندولي كان مليح يفادي لي ربي عز وجل وين اثني عصين أمزون الشرك صار ربي عز وجل أخطر يسد كيف في نفس المرتبة عبادة الله وطاعة الوالدين يا ريتنا ربي ذقيون ومكان يسد مباشرة ميكفى ربي أعبذني إن دي لقاس تخمم الخير للوالدين ذي الآية النظام ثم قرحة النظام كذلك لا يوقف الثقين يقال قل تعالوا يا محمد نسن قل تعالوا أرواحهم أتلوا ما حرم ربكم عليكم إن اثنين يحرم ربي في اللسن أشو يحرم ربي عز وجل في المؤمنين ألا تشركوا به شيئا استخدم ما ربي شريك ثم وبالوالدين إحسانا أين حرم ربي عز وجل من القرآن مليح أستاذ ربي يشريك
إن أتعصيض الوالدين نك أكني الحون ربي ثاني ناس يا الرسول جمعيتني ديناسن أين حرم فلاسن أين حرم فلاسن أشوف أثنى ربي نثيد أسرضي ربي يشريك إن أتعصيض الوالدين نك سنة ذي الكبائر في مقرحانين مليح مليح مليح. ذي الآية اللي ندار بيت وصدي قرض وقضى ربك قضى المعنى 19 المعاني من بين المعاني نس أي وصى وقضى ربك أي وصى ربي أي أمر وفرض يفرض ربي فلنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ربي وصاد أتعب ذم ربي كان وحدث واستخدم منا شريك وتضوع الوالدين نون ربي وصاد ويفرض فلنا ويرث من أكبر يعني الفرائض كعبادة الله أما الزن أم العبادة الله أكني الحون. ثم إن ربي إما يبلغن عندك أحد الكبر أحدهما ميلا مقرن ذي الأعمار يقرد يون السجسن يعني أما ذفاك أما ذي ماك أرورك أو كلاهما يعني وان مقروز من نايما سن يقال ذي الكفالة ذيك تشني كفلن ذيك تشني يعني أسني خدمني نفغان أخاطر مقرن ضعفن أو كلاهما قرند أرميس فافاسو ذي ماس ربي دي توصي بالك ما إلا فافاك نايمك مقرن ذي العمر قرند ريون نميس إلا قص نخدم الخير إنك أو كلاهما فلا تقل لهما أف بالك أخاطرني ما يمغون ذي العمر ذي نغي حواج الداريانسن أفاش تاقي إنك ربي بالك أثن تسرفوض ولا سوا ولا مشطوح أولا كين أف بالك أسنتينيض وما بالك أسنتينيض كثر من أفاقين يعني المعنى ينسو لا ميلا ولا نكيد باللي كثر في اللسن ولا قرأ ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما أثن تسرفوض أكيني نخدم يد كذا وصل تخدم ضارة أكيني نروح الجهة وتروح ضارة أكيني نويد تغاوسا يجي وصل تتاوي ضارة يعني ربي نيك ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إناس كان أول زيدان أول يلهان كان لقد يفغان سقيميك خدمات كان يلهان شيء كريم كرميثا. ثم ربي قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وتكبرا في اللسان صوبي فاسنيك في اللسان تواضع 8 سن صعود التواضع بالك ترفضي فاسنيك واخفض لهما جناح الذل. أريثني يعني الفرحان أريثني في كاسن العزة إقلاقون أخاطر مهما تخدم ناسن الخير والزمير ناس تخدم أين إقلاقون للخير. ثم ينادى ربي ما تدعوض ما تزلط تدعو ياسن أسنتينيض وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي رحميثا ربي اسم حسن مغلظا أم كني يعني عثفن في اللي اسمي اللي مشطوحة اسمي نثني يعني دعونا كيوكن اتسم غورض يوكن اتعيشض نثني يعني سلع ثفم قرحان ولكن نثني دعوناك يوكن ربي هذه ضول صلى عمر الدارينس اكاكي تلين والدين ما يلين افذ مشطوح يقدر به ما لا باكت تصوت ذي الدعاء هناك ذي تظل ثينيك لا خاص تدعوض اكاكي ربي دي توصي ذن اكاكي ولا ذي اللايات ولم بينا مره يهضر ربي يمكن لان دعون الدارينسن يمكن لان قارن يعني يمكن قال كي وعصانا الوالدين ربي يهضر في سيدنا نوح عليه السلام يقرد فلاس الا يدعو ربي قرد ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي سمحي وسمحسن الوالدين نو سمحاسي فافا سمحاسي ما سمحسن ما الا غلظون هكاكي لا يدعو سيدنا نوح عليه السلام سيدنا إبراهيم الخليل يوي هذه غواليس فافاس سيدنا إبراهيم إلا مشرك ولكن سيدنا إبراهيم إلا يقرس يا أبتي يتخاطب بيت سيون العبارة يعني عبارة يعني مقرن مليح وانت إلا ذي الكافر يكفر ربي عز وجل
يا أبت لا تعبد الشيطان عندني يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يقرأ يعني تخاطب يعني توجهت الخطاب لناس، ولكن يقرأ يا أبتي راه ما إلا المشرك، ولكن أول أزيدني قليت السل سيدنا إبراهيم الخليل. ربي كذلك يوصف سيدنا يحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام يقلان يعني خدم من الخير الوالدين سن. أما يحيى عليه السلام يقاد ربي في الناس وكان يعني يحيى يجي وبرا بوالديه إلى خدم الخير إذا فاسوك ذي ماس وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وإلا لا يعصى الوالدين نس وإلا لا يتكبر أفر ربي عز وجل. أما عيسى عليه السلام يقسعني يماس ربي خلقي تدس المعجزة ويسعى فاس، ولكن اللي يسعى يماس إلا خدمت الخير إلا خدمت الإحسان إلا خدمت أين لاقن يماس ربي ند وبرا بوالدتي أي هدر عيسى يقارد يمكن اللي برا أي الخير مقرحان الإحسان اليماس مريم عليها السلام وبرا بوالدتي. أكاكي لان الأنبياء والمرسلين ذي القرآن الكريم صدوعون وعصونا راه الوالدين سن برا بوالديه. نكوني لقاني لا من الأنبياء أخاطر الأنبياء دنوثني ذي القدوة لنا دنوثني ذا فريد من المؤمنين جميعا. وقال ربي فكاتني دي وشو إوا كنا عندنا ثنا مكلان في الدريان سن أثنا مكلان يونو كذا فاس سيدنا إبراهيم أثنا مكلان يعني الأنبياء جميعا. وين يضوعن ففاسوك ذي ماس أتصن الخير أزدي فكر ربي عز وجل أنولي شوية الخيراقي الحاجة تم زوارو الفضل تم زوارو ذي الحاجة يحملوك ربي أطاس طاعة الوالدين تجيك يحملوك أطاس وقي ماشي دوالين كينين على دوال المدن ذوالنا الرسول صلى الله عليه وسلم يسدد كتاب صحيح البخاري الصفوة ديون الحديث والإمام البخاري يمكن وين دنيا ذي زوارة مي يفتح كتاب ثيسة في الأدب يكتب كتاب الأدب ثم يند باب البر والصلة ثبورت من الخير ثبورت يعني ان الرحم يعني تصوضوا وقاعد يتيلين صلة الرحم. ثم يفدا كتاب في نص يبود الآية وقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. يكفى الآية الإمام البخاري يبود الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم يقال قيس عن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله قيس قسم الرسول صلى الله عليه وسلم الناس أي العمل أحب إلى الله أشو الخدمة وكلي الهان يا رسول الله أشو الخدمة لقى خدمة وكلي يحمل ربي عز وجل. الناس الرسول شفيح قال الصلاة على وقتها أتظلل ذي الوقتيس وتأخر ظلا تظليث كل تظليث ساعة الوقتيس أتظلل ذي الوقتيس أما الظهور أما العصر أما العشاء يرك تظليث إكسان الوقت أتظل وكذا مزوارو تيسين الناس ثم أيو أشد يسن بعدك حمل ربي أطاس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بر الوالدين مباشرة بعد تظليث الوقت طاعة الوالدين. الناس تصدوا الوالدين نيك إذ واقيك حمل ربي أطاس أبريمي تظلوا ثورة ما مكزقلنا الحقوق الإيمان بالله ثورة يلحو طاعة الوالدين أقذ تظليث ربي عز وجل وتصب لك العبادة أقذ الإيمان طاعة الوالدين. زقلنا هذه الآية اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ثم الصلاة على وقتها وبر الوالدين تسنث بر الوالدين. ثم إن يسر صلى الله عليه وسلم ثم أي إسقست ثم أي إن ثم الجهاد في سبيل الله يعني تجهض سي صور دينيك سي نفسينيك أفوذ من ربي عز وجل. صحيح البخاري